فضيحة مباراة السوبر امبارح ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. ايه اللي حصل امبارح؟ جايب لكم فيديوهات من الملعب ذات نفسه. بص هنا علي معلول ضربه بالقلم، حسين الشحات هيوقعه على الارض كمان قلم، حسين الشحات وقعه، لا الشناوي يسكت، لا يقوم داخل ضربه، يزق اللعيب، يزق احمد توفيق ويقوم ضارب الشيبي كمان تحت. طبعا في نفس اللحظه كان الجهاز الفني النادي الاهلي والجهاز الفني النادي بيراميدز كانوا بيتخانقوا مع بعض. بسبب ايه؟ بسبب اللي بيحصل ده. مش هنقول فين حكم المباراه عشان هو لسه جاي دلوقتي، جاي في اخر الخناقه. هنقول فين الفار. مفروض الفار يعيد لقطه زي دي. الناس كلها قالت ازاي محمد الشناوي ما تعاقبش، اللي هو يجري 45 متر من مرماه لحد الخناقه عشان يضرب اللعيب بقى استفزه ما استفزوش، احنا ما شفناش استفزاز. تخش وتضرب اللعيب ليه وانت حسين عامل اللي انت بتهدي وتقوم موقع اللعيب؟ ايه قله الادب دي؟ طب قله الادب هنا في مصر واحنا متعودين عليها، لكن بره الناس يقولوا علينا ايه بره؟ ايه ده؟ قلم من معلول، قلم من معلول وحسين الشحات وقع على الارض، ويجي الشناوي يكمل عليه، وتحت طبعا الخناقه دايره ما بين الجهازين الفنيين. بص ويقول له خلاص، ويقول له ايه ده؟ ايه قله الادب والمسخره دي؟ فضحتونا، الله يفضحكم.